إذن لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومعاكسة له في الاتجاه. تكلم عليه يتكلم عليه. هذا الكلام يا جماعة صحيح في الفيزياء وليس في النفس البشرية والتعاليم الدينية الإسلامية. بمعنى بس أغلقها أستاذ، أغلقها إن شاء الله. لكل ردة فعل أو لكل فعل ردة فعل في الفيزياء، لكن في التعاليم الإسلامية لا. وضع عليه السلة الجزور، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. ليست هذه مع هذه أبدا. طيب إذن هل المواقف اللي تضغطنا تؤثر علينا؟ نعم. الجواب لا. ضغطوه عليه الصلاة والسلام ولم يخرج منه إلا كل خير. المواقف الضاغطة تفعل كما سأفعله الآن مع البرتقالة. البرتقالة الآن ضغطتها الآن، وش يطلع؟ عصير إيش؟ أضغط أكثر، برتقال أكثر، برتقال. هل ممكن يطلع منها قهوة؟ لا. شاء؟ ليش؟ ما فيها إلا برتقال. المواقف الضاغطة تكشف ما فيك وليس تغيره. يا سلام. إذا صرت فعلا أنت كويس ترى ما يطلع منك إلا كويس. هذه تربيتك. النبي صلى الله عليه وسلم ضغطوه ما خرج منه إلا الصادق الأمين الذي يصدقونه، الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا يجي يوم من الأيام تبرر لنفسك أنك والله لأنه فعل أنا كانت ردة فعلي. ولو صحت هذه القاعدة لبرأنا كل من في السجون. كلهم يجي يقولك تبريرات، هو لف علي أنا سويت أنا ضربت بحديدة، إذن لبرأناهم مما فعلوا. لذلك المواقف الضاغطة تكشفنا أمام أنفسنا وأمام الآخرين ولا تغيرنا.